اللي عندهم الأولى باك والثانية باك كاين 4 ديال الأخطاء كتعاودوهم دائمًا في اللغة الإنجليزية وهما اللي كيضيعوا لكم النقط. الخطأ رقم 1 هو الcapital letter، الأسماء ديال البلدان، الأسماء ديال الأشخاص، ثم الأسماء ديال المدن دائمًا كيتكتبوا بحرف كبير. الخطأ رقم 2 اللي كتعاود لي دائمًا هو spelling mistakes، كلمة اللي ما نكونش عارفينها بلا ما نكتبها. كاين بزاف اللي كيغلطوا في مثلا بيكوز باش كيكتبوا بيكوز باش يكتبوها بهاد الطريقه كيكتبوها بهاد الطريقه وشحال ما دابا ديال الاخطاء شحال ما ضيعوا عليهم النقط في التصحيح. وبالتالي نكتب الكلمه اللي راني عارفها فكأن اللغه الانجليزيه كتخدم بواحد المبدا ديال الايكونومي او كما كنقولوا بالدارجه البركه. كملوها نتوما في الكومونتير. الخطا رقم 3 هو confusing tenses، يعني كتخلطوا ما بين الازمنه، كتخلطوا ما بين البريزنت اللي هو الحاضر، ما بين الباست اللي هو الماضي، وما بين الفيوتشر اللي هو المستقبل. مثلا yesterday البارح مشيت للمدرسه، ما غاديش نقول yesterday I go to school، غادي نقول yesterday I went to school. اذا ما خصنيش نخلط الازمنه. الفيرب اللي غادي نستعملو خصو يتبع هذاك التنس اللي عندي. الخطا رقم 4 اللي كتعاودوا له كيضيع عليكم النقاط بزاف اللي هو subject verb agreement. القاعده اللي عندنا في اللغه العربيه كيفاش كتبدا الجمله، كتبدا مثلا فعل فاعل مفعول به. اللغه الانجليزيه نقدروا نقولوا عندنا نفس الترتيب، كندير subject verb object. الخطا اللي كديروا هو ان الفيرب اللي كنستعملوا ما كيوافقش هذاك السبجيكت. انا مغربي غادي نقول I am Moroccan، يعني اللي غادي يغلط ما غاديش يدير I am Moroccan، اللي غادي يدير مثلا في بلاصه ام غادي يدير I are، وهذا خطا. اذا الفيرب اللي عندي في الجمله خصو دائما يكون موافق للسبجيكت، والعكس صحيح، السبجيكت اللي يكون عندي خصو يكون موافق للفيرب. بارطاجي الفيديو مع صاحبك باش يخدم على راسو هذا العام ويجيب شي نقطه زوينه ويدي الباك يفرح الوالدين ديالو.